السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض شنطة بجد في منتهى السهولة. هي بتعتمد على غرزة الجراني، غرزة سهلة وبسيطة. ان شاء الله كده يا رب الشنطة بتاعتنا النهاردة تعجبكم. طبعا مستنية رأيكم في التعليقات، ولو لسه بتشوفوني لأول مرة وحابين تستفيدوا من المحتوى ما تنسوش دلوقتي تنزلوا تعملوا اشتراك للقناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس. وطبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لي كده على لايك وتشجعوني في كومنت. الخيط اللي انا هستخدمه في شنطتنا النهارده هو خيط قطن بيور، تقدروا تستخدموا خيط كوتون جولد. وهنحتاج ايد ممكن تبقى عاج زي دي، وممكن تبقى خشب زي ما انتم حابين او زي المتوفر معاكم. وهستخدم معاه ابره مقاس 3.5. فيلا كده بينا نبدا ونقول بسم الله. هبدا ان انا اعمل دايره سحريه. دايره سحريه عشان لو حد مبتدئ معانا وحابب ينفذ الشنطه، ان انا بعمل حلقه كده، والخيط الطويل ده بعديه من جوه الحلقه دي، باخده بسن الابره كده، بثبته بايدي. الخيط الطويل ده ببدا اخده ناحيه ايدي، زي بالظبط ما بنبدا نشتغل وبنلف الخيط على ايدينا هنا. وببدا اجي بصبعي من هنا كده على الحلقه دي كده، والدايره اثبتها، وابدا ارتفع 3 سلسله. 1 2 3. تمام. هشتغل جوه الدايره هنا عمودين كمان، ارتفاع الثلاث سلاسل بمثابه عمود. سلسله، 3 عمود. هفضل اكرر كده لحد ما يكون معايا 4 مجموعات، يعني 3 عمود سلسله 3 عمود، وهكذا كده لحد ما يكونوا 4 مجموعات. 3 عمود سلسله. انا كده بقى معايا 4 مجموعات، 1 2 3 4، وبين كل مجموعه والتانيه في غرزه سلسله. اخر مجموعه هنا هرتفع بعدها سلسله، وهاجي في ارتفاع الثلاث سلاسل دول في السلسله رقم 3 واقفل بغرزه منزلقه. الخيط القصير ده هبدا ان انا اشده بحيث ان انا اقفل الدايره بتاعتي بالشكل ده. هرتفع سلسله، وهبدا ان انا اقطع الخيط. هطلع من هنا كده، وابدا ان انا انظف الخيط تحت الغرز بابره التنظيف. انا بحب ابره التنظيف المعدن دي لانها مش بتنتش الخيط ولا بتوسع الغرز. هبدا ادخل كده تحت الغرز وانظف الخيط. دلوقتي اتكون عندي 4 فراغات، 1 2 3 4. طيب لما ابدا اشتغل هشتغل من الفراغ. هبدا اجيب اللون الجديد، هبدا اسحب الخيط كده وارتفع 3 سلسله. 1 2 3. في نفس الفراغ بشتغل كمان عمودين. 1 2. هروح في الفراغ اللي بعده واشتغل 3 عمود. 2 3. سلسلة. في نفس الفراغ هشتغل كمان 3 عمود. 1 2 3.
يبقى انا كده كونت اول زاوية عندي في المربع. هبدأ اروح للفراغ اللي بعده، هبدأ اشتغل 3 عمود، تلاتة، سلسلة في نفس الفراغ برضو هشتغل 3 عمود، اتنين، تلاتة. كده تاني زاوية اتكونت معايا، هروح للفراغ اللي بعده واشتغل 3 عمود، واحد، اتنين، تلاتة، سلسلة في نفس الفراغ بشتغل 3 عمود، واحد، اتنين، تلاتة. يبقى أنا كونت عندي واحد، اتنين، تلاتة، 3 زوايا. آخر زاوية بنكونها دايما واحنا بنقفل السطر، كنا اشتغلنا ارتفاع 3 سلسلة بمثابة عمود، وكمان اشتغلنا عمودين في نفس المكان. فهاجي دلوقتي في الفراغ ده اشتغل 3 عمود، واحد، اتنين، تلاتة، ارتفع سلسلة واروح في ارتفاع ال3 سلاسل ده، اجي في السلسلة الثالثة واقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. هرتفع سلسلة وابدأ ان انا اقطع الخيط. ابدأ دلوقتي ان انا انضف الخيط تحت الغرز. هبدأ دلوقتي ان انا اغير اللون. هبدأ اجيب اللون اللي انا هشتغل بيه. طبعا احنا بداية شغلنا دايما بيكون من الزوايا، يعني ما اجيش اشتغل في الفراغ ده، لا انا شغلي كله بيبدأ من الزوايا بتاعة المربع بتاعي. فهاجي في الزاوية هنا اللي كنا بنشتغل 3 عمود سلسلة 3 عمود، هدخل كده في الفراغ ده وابدأ اسحب الخيط وارتفع 3 سلسلة، واحد، اتنين، تلاتة. اتفقنا ان الزاوية الاولى دي انا بكونها وانا بقفل السطر بتاعي. هشتغل في نفس المكان 3 عمود، واحد، طبعا ارتفاع السلاسل بمثابة عمود، يعني بشتغل بس كمان هنا عمودين بس. هروح للفراغ ده اشتغل 3 عمود بس، واحد، اتنين، تلاتة. طيب انا جيت للزاوية، طالما جيت لزاوية هشتغل فيها 3 عمود سلسلة 3 عمود في نفس الفراغ، واحد، اتنين، تلاتة، سلسلة في نفس الفراغ اشتغل كمان 3 عمود، واحد، اتنين، تلاتة. يبقى انا دايما في الزاوية بشتغل 3 عمود سلسلة 3 عمود علشان اكون زاوية جديدة. اجي في الفراغ اشتغل 3 عمود، يبقى كل فراغ بس بيقابلني اشتغل 3 عمود
لكن في الزوايا اشتغل 3 عمود سلسلة 3 عمود. 2 3. طيب جيت للزاوية هشتغل 3 عمود سلسلة 3 عمود. فانا هفضل مكمله كده ان انا اجي في الفراغ اشتغل 3 عمود وفي الزاويه اشتغل 3 عمود سلسله 3 عمود، وهكذا كده لحد ما اجي لاخر زاويه، وبعدين ارجع لكم علشان نقفل السطر مع بعض ونشوف هنكون اخر زاويه مع بعض ازاي. انا كده خلاص جيت لاخر زاويه في السطر. شايفين كده انا كونت عندي 1 2 3 كده، كونت 3 زوايا. دلوقتي هنكون اخر زاويه مع بعض. ابدا ان انا الف الخيط كده على الابره واجي في الفراغ الاخير ده اشتغل 3 عمود. 1 2 3. هبدا ان انا ارتفع سلسله واجي في ارتفاع ال3 سلاسل اقفل بغرزه، اجي كده في السلسله الثالثه واقفل بغرزه منزلقه. هرتفع سلسله وبعدين اقطع الخيط. هطلع بالخيط من هنا كده وابدا ان انا انضف الخيط تحت الغرز بالشكل ده. طبعا المربع عندي بيبدا يكبر معايا، يعني الفراغات عندي هنا بقوا فراغين وعندي 4 زوايا، وبين كل زاويه والتانيه في فراغين. شايفين؟ زاويه فراغين زاويه فراغين وهكذا. السطر اللي قبله كان فراغ واحد بين كل زاويه والتانيه. يعني انا عايزاكم بس تفهموا فكره المربع الجراني، ان احنا كل ما بنطلع بالادوار كل ما الفراغات دي معانا بتزيد وبيبدا المربع يكبر معانا. هنا هنبدا ان احنا نغير الخيط في كل دور احنا بنشتغله، وابدا ان انا اجي برضو من الزاويه ابدا ان انا اسحب الخيط وارتفع 1 2 3. هشتغل في نفس الفراغ 2 عمود. 1 2. طبعا اخر زاويه دي انا بكونها وانا بقفل السطر بتاعي. هبدا ان انا اجي في الفراغ، كل فراغ كده بيقابلني اشتغل فيه بس 3 عمود. 1 2 3. الفراغ اللي بعده هشتغل 3 عمود. 1 2 3. جيت للزاوية اشتغل في الزاوية 3 عمود سلسلة 3 عمود. 1 2 3 سلسلة في نفس الفراغ 3 عمود. طيب علشان ما اطولش عليكم ان احنا هنفضل مكملين بنفس الطريقه، ان انا اشتغل في الفراغات 3 عمود وفي الزاويه اشتغل 3 عمود سلسله 3 عمود ونقفل السطر بنفس الطريقه ونبدا نغير اللون. فانا هفضل ارتفع كده بعدد من السطور وبعدين ارجع لكم علشان نكمل شنطتنا مع بعض.
انا كده خلاص بعد ما ارتفعت بعدد من السطور، عدد السطور اللي انا ارتفعتها كان 24 سطر. عايزه اقول لكم ان طول او عرض المربع اللي احنا اشتغلناه ده كان 51 ونص. دلوقتي بقى هنبدا ان احنا نتني كده المربع، نبدا ان احنا نشتغل تناقص علشان الشنطه تلم مننا من فوق وتبدا تاخد الشكل بتاعها. فهبدا ان انا هقفل بالخيط الاسود، فهبدا اعمل كده عقده بدايه في الاول، وهبدأ ان انا اجي، شايفين الزاوية دي؟ انا هبدأ منها كده، هسحب الخيط وارتفع سلسلة. هعمل ايه دلوقتي؟ شايفين دي كده اول غرزة وتاني غرزة، هبدأ ادخل في اول غرزة، هسحب الخيط واطلع، هروح في الغرزة اللي بعدها، اسحب الخيط واطلع، معايا 3 لفات على الابرة، هلف الخيط واطلع من التلاتة مرة واحدة، يبقى انا كده اشتغلت تناقص. هروح في الغرزة اللي بعدها، هسحب الخيط واطلع، الغرزة اللي بعدها، يبقى أنا باخد كل غرزتين مع بعض، معايا 3 لفات على الإبرة، بطلع من التلاتة مرة واحدة، يبقى أنا كل غرزتين بخليهم غرزة واحدة. ببدأ كل غرزتين أدخل في اللي بعدها، أسحب الخيط، معايا 3 لفات، هلف الخيط وأطلع من التلاتة مرة واحدة. هفضل شغالة بالشكل ده، إن أنا باخد كل غرزتين تناقص مع بعض لحد ما بوصل للزاوية التانية هنا. فأنا هخلص كده وبعدين أرجع لكم. أنا هنا كده جيت للزاوية، فأنا عندي ال3 غرز دول هاخدهم تناقص مع بعض، يعني ال3 هاشتغلهم تناقص مع بعض. شايفين الفراغ اللي كانت بتكونه السلسلة ده؟ هادخل فيه واشتغل حشو، يبقى أنا في فراغ السلسلة اشتغلت غرزة واحدة بس حشو. هبدأ إن أنا برضو أشتغل تناقص كل غرزتين مع بعض، أدخل كده تحت الغرزة، أسحب الخيط وأطلع، وأدخل في الغرزة اللي بعدها، أسحب الخيط وأطلع من كل الحلقات مرة واحدة. هفضل أكرر كده لحد ما بوصل للزاوية التانية، وبرضو باجي في الغرزة اللي هي في النص هنا بشتغل غرزة حشو واحدة، وبفضل مكملة كده لحد ما بوصل لبداية السطر في التناقص. هخلص كده وبعدين أرجع لكم. طيب أنا كده جيت لآخر السطر، أنا باقي معايا غرزتين. عايزة بس أقول لكم على حاجة علشان محدش يقول إن أنا شغال غلط أو يتلخبط. دي كده كانت بداية الشغل، وبدأنا ناخد غرزتين مع بعض، كل غرزتين بناخدهم في غرزة واحدة. أول زاوية قابلتنا هنا كانوا معايا ال3 أضلاع، يعني هنا أنا باقي معايا ضلعين. الزاوية التانية اللي جينا هنا كان باقي معايا 3 أضلاع قبل السلسلة، فخدت ال3 مع بعض، وبعد كده بدأت آخد كل غرزتين مع بعض، كل غرزتين مع بعض، وباقي الزوايا هتلاقوا كل غرزتين مع بعض. هي بس الزاوية دي اللي أنا خدت 3 مع بعض. فهنا عندي آخر زاوية هاخد الضلع ده مع الضلع ده وهاشتغل تناقص. هاجي في الفراغ ده بقى هاشتغل حشو، وهقفل في أول غرزة تناقص بغرزة منزلقة. تمام؟ دلوقتي هبدأ إن أنا أرتفع سلسلة، هاجي في نفس المكان اللي أنا قفلت فيه بمنزلقة واشتغل غرزة حشو. في كل غرزة بقى أنا اشتغلتها تناقص بشتغل بس فوقها غرزة حشو.
يعني السطر ده مش هيكون فيه تناقص. فهنبدأ ان احنا نشتغل فوق كل غرزة حشو واحدة لحد ما اوصل لبداية السطر. لو حد هيتلخبط او حاجة ممكن نحط ماركر في بداية السطر. هخلص كده وبعدين ارجع لكم. كده انا جيت لاول غرزة، هبدأ ان انا ادخل تحت الحلقتين واقفل بغرزة منزلقة. اللي حابب يشتغل الجزء ده حلزوني عادي جدا، بس اهم حاجة نعلم اول غرزة في السطر. هرتفع سلسلة وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو. السطر ده كله كمان هيكون ثبات، مفيهوش اي تناقص، فوق كل غرزة حشو واحدة. هخلص كده لحد ما اوصل لبداية السطر وبعدين ارجع لكم. انا كده خلاص بعد ما خلصت فوق كل غرزة حشو واحدة. دلوقتي بقى شايفين كده الشنطة، عايزين نحدد الوش والظهر والجنبين. فشايفين كده المربع عندي اهو. هحط ماركر في وش وظهر الشنطة. فهاجي كده يعني شايفين كده، عايزة اوضحها لكم اكتر. شايفين هنا الزوايا عندي اهي، والزاوية عندي اهي بتبقى خارجة لبره شوية بتبقى باينة، والزاوية الناحية التانية اهي لو جبتهم قصاد بعض كده اهي. شايفين كده بالشكل ده. فانا هحط ماركر في وش الشنطة وفي ظهر الشنطة بحيث ان انا اكون عارفة ده الوش والظهر. هنعرف دلوقتي ليه. طيب ايه اللي احنا هنعمله دلوقتي؟ شايفين كده من الزاوية للزاوية، من الزاوية للزاوية. يعني شايفين هنا بداية السطر أصلا عندنا زاوية. هنبدأ نشتغل تناقص تناقص لحد ما بوصل للزاوية التانية هنا. وفي الجنبين يعني جنبين الشنطة مش هشتغل تناقص. وبعدين هبدأ من الزاوية اللي هنا لحد الزاوية اللي هنا أشتغل تناقص. فهنشوف كده مع بعض إزاي. هبدأ أجي هنا لبداية السطر، هقفل بمنزلقة، هرتفع سلسلة في نفس المكان، هدخل كده واسحب الخيط واسحب الخيط واروح للحلقة اللي بعدها او الغرزة اللي بعدها، اسحب الخيط واطلع من الثلاث حلقات مرة واحدة. دي كده اول غرزة معايا. يبقى انا هبدأ ان انا اعمل تناقص من هنا لحد ما اوصل للزاوية التانية. هخلص كده التناقص لحد ما بوصل للزاوية التانية وبعدين ارجع لكم. انا كده جيت، شايفين كده الزاوية فوق الزاوية دي. يعني انا عندي الثلاث اضلاع اهو وثلاث اضلاع اهو اللي هما بتوع الزاوية. فوقهم هنا في غرزتين، فدول هشتغلهم مع بعض تناقص. تمام، اتفقنا. بعد كده هنشتغل الجوانب من غير اي تناقص، يعني فوق كل غرزة حشو واحدة. يبقى هنبدأ نشتغل فوق كل غرزة حشو واحدة لحد ما بنوصل للزاوية اللي في الناحية التانية. هخلص كده لحد ما اوصل لهنا وبعدين ارجع لكم. انا كده بعد ما اشتغلت فوق جنب الشنطة فوق كل غرزة حشو بدون اي تناقص، انا هنا جيت للزاوية. فوق الزاوية دي شايفين في عندي 4 غرز، يعني فوق أضلاع الزاوية في 4 غرز. أنا هاخد أول غرزتين بس تناقص. هبدأ دلوقتي إن أنا أكمل التناقص بتاعي، إن أنا باخد كل غرزتين في غرزة واحدة. هفضل شغالة كده إن أنا باخد كل غرزتين في غرزة واحدة لحد ما بوصل للزاوية اللي هنا بشتغل آخر تناقص، وبعدين بشتغل جنب الشنطة بدون أي تناقص. هخلص كده وبعدين أرجع لكم. طيب علشان محدش يتلخبط، شايفين كده الزاوية دي
اهم حاجه ان انا باجي فوق الزاويه باخد اول غرزتين مع بعض، يعني الغرزتين دول فوق الزاويه بالظبط، فاهم حاجه ان انا اخد الغرزتين اللي فوق الزاويه دول مع بعض. يعني هي فوقها 3 غرز بس انا باخد اول غرزتين مع بعض، انا كده خدت الزاويه دي تناقص. تمام. وبعدها افضل اشتغل فوق كل غرزه غرزه حشو واحده لحد ما بوصل لبدايه السطر. خلص كده وبعدين ارجع لكم. انا كده خلاص بعد ما وصلت لنهايه السطر. شايفين كده عندي بدايه الزاويه دي والزاويه الثانيه، شايفين كده من بداية غرز التناقص لحد الزاوية التانية دي عندي 19 غرزة، والناحية التانية برضو من الزاوية للزاوية يعني في التناقص اللي أنا اشتغلته على الناحيتين كان 19 و19 الناحية دي. فحابة أقول لكم إن قبل ما نشتغل التناقص علشان ما حدش يشتغل ويرجع يفك تاني، نظبط الأول الأماكن من بداية التناقص لآخر التناقص، بحيث إن إحنا على الناحيتين يكون الغرز واحدة ومتأكدين إن إحنا كده الغرز معانا مظبوطة، بدل ما نشتغل ونرجع نفك تاني. تمام. طيب أنا دلوقتي معايا 19 غرزة. هنعمل إيه بقى دلوقتي؟ هبدأ أجي في أول غرزة، هقفل بغرزة منزلقة وارتفع سلسلة، هشتغل في نفس المكان غرزة حشو، يعني هشتغل دلوقتي 19 غرزة حشو. هخلص كده ب 19 غرزة حشو بعدين ارجع لكم. انا كده بعد ما اشتغلت 19 غرزة حشو، هبدأ دلوقتي ان انا ارتفع سلسلة وهلف الشغل، وهبدأ برضو ان انا اشتغل فوق ال 19 غرزة دول. ادي كده الارتفاع سلسلة، دي اول غرزة، وهبدأ اشتغل فوق ال 19 غرزة دول 19 غرزة حشو. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ ان انا هشتغل فوق ال 19 غرزه 19 غرزه حشو، وبعدين ارتفع سلسله وارجع اشتغل. هفضل شغاله كده رايح جاي لحد ما يكون معايا 11 سطر من غرزه الحشو. خلص كده وبعدين ارجع لكم. انا كده بعد ما ارتفعت 11 سطر عايزه اديكم عرض القطعه دي. العرض بتاعها 11 سنتي. طيب هنبدأ دلوقتي. أنا كده خلاص قطعت الخيط بس سبت مسافة، هرتفع بس سلسلة وبعدين أطلع كده بالخيط من هنا، وسبت مسافة بحيث إن أنا أخيط الإيد في جسم الشنطة. هبدأ إن أنا آجي كده أجيب إبرة التنظيف وأبدأ أحط الإيد هنا كده، وهبدأ إن أنا أثبت الناحيتين كده مع بعض. أبدأ أروح لبداية الغرز كده من تحت، شايفين؟ أبدأ آخد كده إيه غرزة من جسم الشنطة في يد الشنطة. طبعا هنا عندي سلاسل حرف الفي أهو، باخد بقى حلقة من جسم الشنطة مع حرف الفي بالشكل ده.
ودي كده بعد ما خلصت ايد الشنطه وخيطت الايدين الاتنين في الشنطه. عايزه اقول لكم، شايفين ان الزوايا هنا، شايفين واخده نهايه الشنطه من هنا ومن الناحيه التانيه برضو اهي بالشكل ده. اتمنى كده يا رب شنطه النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش طبعا لو عجبكم الفيديو تضغطوا لي على اللايك، تشجعوني كده بكومنت، ولو لسه مش مشتركين في القناه يسعدني طبعا انضمامكم للقناه. واهم حاجه ما تنسوش تفعلوا الجرس. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.